كولر مش بيخطط بس عشان يصعد، كولر بيخطط عشان ياخد بطاره الشخصي من صن داونز. صن داونز الفريق الوحيد الكبير في القاره اللي واجهه اكتر من مره وما قدرش يفوز عليه، اتعادل معاه وخسر منه لكنه ما كسبش، ومحتاج ليستعيد ثقته في نفسه ويستعيد ثقه جمهور الاهلي فيه انه يكسب. وعلشان يعمل ده لازم يركز كويس جدا. يركز كويس جدا في ايه؟ في التحضير لمباراه العوده، المباراه اللي لا تقبل القسم على اتنين وما ينفعش تستقبل فيها اي اهداف. وبناء عليه كولر موجود بين نارين او في حيث بيص. ايه هو بقى الكلام ده؟ تعال نشوفه. كولر لقى نفسه موجود في حيث بيص لانه ببساطة لازم ما يستقبلش اهداف، ولازم يكسب ويسجل، وفي نفس الوقت هو عارف خطورة وقدرات صن داونز على احراز الاهداف، فهو مش عارف يلعب بالطريقه الناجحه اللي وصلته اكتر من مره واللي سجل فيها هدفين كانوا اتلغوا بداعي التسلل وكره في العارضه وشك في ضربتين جزاء. يعني كان ممكن يخرج من بريتوريا بنتيجه تقيله قوي كانت تضمن له الصعود، ولا يهاجم ويلعب بشخصيه الاهلي والارث التاريخي للاهلي والضغط العالي واللعب الممتع اللي بيسيب مساحات في ظهر النادي الاهلي وبيخلي خطوره صن داونز تبقى واصله لاقصى مدى. هنا بقى كولر عليه الاختيار ما بين النارين دول، احلاهما مر، ولكن عليه اختيار العناصر لان التكتيك والفكر في الكوره كله صح، ولكن اللي بيفرق واللي بينجح هو قدره المدير الفني على اختيار عناصر تطبق تفكيره، وكمان توفيق العناصر دي على تطبيق التفكير، وتوفيق ربنا بقى في النتيجة. النادي الأهلي والأهلاوية بيمنوا النفس بالحصول على بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي عشان يسطروا تاريخ لم يكتب من قبل، وكمان علشان يطلعوا بأقوى بطولة قارية. فما ينفعش أبدا يخاطر أو وعليه اللعب باتنين خط وسط مدافع زي ما عمل هناك أمر لابد منه. وجود مروان وجنبه احمد رضا بيدي لك هنا حريه ومرونه في ان انت تطلع بالكره بشكل جيد، لان احمد رضا كورته كويسه ولان مروان كورته كويسه، بشرط انه يدي لمروان القدره والتصريح انه يلعب لعبه وانه يلعب كرات طويله او انه يساهم في بناء اللعب ويزيد اعتمادا على وجود احمد رضا، والعكس بالعكس. هنا امام عاشور لازم يدخل جوه ويلعب رقم 10 او يلعب رقم 8 متقدم علشان يفتح مكان لبن شرقي لو احنا عايزين نلعب ببن شرقي، او حسين الشحات لو عايزين نلعب بحسين الشحات. ولو اني بفضل حسين الشحات في البدايه وبن شرقي يبقى تغيير، علشان القدرات الدفاعيه لحسين الشحات اقوى من قدرات بن شرقي الدفاعيه، اللي هو قدراته الهجوميه اعلى واحد في اجنحه النادي الاهلي بلا اختلاف. ولكن في مباراه يوم الجمعه النادي الاهلي ما ينفعش يستقبل اي اهداف، وعليه تامين شباكي اهم من هز شباك صن داونز، خاصه ان انا محتاج اسجل وما يسجلش فيا، وكمان انا محتاج ما اوصلش لضربات الترجيح، لان اخر مباراتين وصلنا فيهم لضربات الترجيح ما كناش بنحقق نتائج هايله على المستوى القاري، لاننا خسرنا من الزمالك ولاننا خسرنا من باتشوكا، بطوله كانت مهمه جدا 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 عند النادي الاهلي وجمهوره. فمن حسن الحظ ان مباراه العوده على ارضنا، ومن حسن الحظ اكتر وجود السعه الكامله لاستاد القاهره، واتمنى للمره الثانيه والتاسعه والعشره ان الجمهور يبقى جمهور الكوره، جمهور بيزقر وبيشجع وبيساند وعارف امتى يعلي صوته وامتى يهدي الريتم وامتى يضغط على اللعيبه بتاعه الخصم وامتى يستفز لعيبته وامتى يقول لهم روحوا بقى خلصوا. هنا اضمن لك انك كسبت الماتش بنسبه 60% من خارج الخطوط. اما داخل الخطوط يتبقى التوفيق لكل من جراديشار، امام عاشور، بن شرقي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، والقادمون من الخلف سواء محمد هاني اللي كان عنده اول هدف في الصعود لدور قبل النهائي. كولر هيلعب بمين وهيبتدي بمين؟ ده سؤال صعب جدا. انا قلت رايي واعتقد ان ده الاقرب لفكر كولر. لو انت هتقول رايك، شايفه يلعب بمين ويقعد مين؟ يبدا بمين ويكون عنده ورقه رابحه مين؟ وسام ابو علي له هنا تقل، ولا جراديشار في الحالة الفنية والتكتيكية اللي بيعيشها هو الأحق بمركز
مهاجم النادي الاهلي الاساسي. قول لي رايك، وان شاء الله باذن الله نحتفل مع بعض يوم الجمعه.